أن لاعب برازيلي يلقب باسم لاعب أرجنتيني. نعم، نعرف أن البرازيل لديها لاعبين كبار وكبار جدا، لكن دائما الأرجنتين يتغنون يقولون لدينا الأفضل من الكرة الخطيرة. الله، جول لأنتوي، هو الهداف، هو الهداف اللاعب دينيس أنتوي. نتكلم عن الهدافين، لكن دينيس أنتوي اللاعب الغاني يسجل أول أهداف اللقاء للنفط. تقدم مستحق لنادي النفط عن طريق هدافه الذي يضيف هدف ثامن في رصيده خلال مشوار هذا الدوري. دينيس أنتوي الغاني شاهد التمريرة، شاهد كيف الله 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 الله، لمسة جميلة. هذا هو الهداف، هذا هو الهداف، لمسة هداف من دينيس أنتوي، والهدف الأول لمصلحة نادي النفط. نادي النفط في أفضلية منذ بداية اللقاء ولغاية أن أتى الهدف. قلب الدفاع مع ساندرو، تلعب الكرة داخل منطقة جزاء، ابعاد من منتظر محمد، تصل أحمد عبد الرضا في المنتصف، يحاول باركلي كيلفن من جديد، الكرة تعود لمصلحة نادي نوروز. هنا على جهة اليمين لمحمد دولار، محمد دولار لحسين عبد الواحد، إلى نزار إلى أحمد خالد، تمريرات لمصلحة نادي نوروز. حسين عبد الواحد إلى عبد الله وصفي، عبد الله وصفي مع الكرة، يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن طويلة لمحمد دولار، يستطيع اللحاق بها، يلعبها لريغان رزقار، والعرضية الخطيرة، وهنا الرأسية، يا الله، جول نوروز، هدف جميل عن طريق البرازيلي مارادونا يسجل هدف التعادل في الدقيقة 83. صعب جدا عليك يا مصطفى طارق، ومارادونا يعود ويعدل النتيجة لنوروز بعد شوط ثاني ممتاز جدا لنوروز. ضغط كثيرا وتحصل على عديد الفرص، لكن أتى هدف التعادل عن طريق مارادونا، هدف التعادل وفيه فض الشراكة مع دينيس أنتوي مهاجم نادي النفط. شاهد يا الله على الرأسية، وبغياب الرقابة الدفاعية، ومارادونا يضعها في الزاوية الصعبة. هدف جميل، هدف يدرس من مارادونا البرازيلي. حلوة يا برازيلي.